ثم سألت رئيس الهلال سابقا السابق، هل تقصد سمو الأمير بحديثك عن قرار الإيقاف، قرار إيقافك لسامي الجابر بعد رحلة أوزبكستان الشهيرة، وأنه ما زال غاضبا منك لهذا السبب فأجاب؟ أي شخص يخطئ ياخذ جزاءه، وأنا ما بدخل في تفاصيل أي حادثة، أنا أتكلم بشكل عام. أي شخص يخطئ ياخذ جزاءه، وإذا نبغى نتكلم بشكل شخصي، هذا أنا ما أود أني أتكلم بشكل شخصي، لكن أبغى أبين لأخوي وحبيبي وعزيزي سامي الجابر أنه هو محترف أكثر من أي شخص عمل في الكرة السعودية، وهذه شهادة. ولكن لما أنت توقع مع نادي الهلال 3 سنين، ما توقع مع محمد، أنت توقع مع نادي الهلال 3 سنين 3 مليون، تلعب سنة واحدة حقك مليون. المبلغ الباقي هذه هبة من الأمير فيصل بن سعود، وهذا شيء راجع له يعطيك إياها، لكن ما تحط الموضوع هذا أنه والله أنك لك حق، أنه لك حق وما أخذته. وبالمناسبة حسب علمي أنه طالب بحقوق مع الإدارة الحالية وأنه استلمها، ولكن أنا ما أقدر أكد أو أنفي، هذه يعني بس أخبار، والإدارة الحالية هي اللي تستطيع أنها تنفي أو تأكد. ولكن لاعب وقع معي 3 سنين ب3 مليون، استلم مليون واعتزل بعد أول سنة، وتقدرون تستشهدون بكل العاملين في نادي الهلال في هذيك الفترة، من الأمين العام لنائب الرئيس لكل أعضاء مجلس الإدارة. إذا كان هو ما يثق في كلامي تقدرون تسألون أي شخص كان يعمل في هذا الوقت. وفي شيء أبغى أذكر سامي، أن في لاعب كان حيحترف خارجيا، وفي الأخ أحمد محتسب اللي كان مرشح نفسه لنادي الاتحاد، أخ وعزيز وشخص ثاني، وكانوا موجودين بوجودي وجود سامي. وأنا قلت لسامي كلمة أمامهم، قلت أنت اللي وقفت في طريق هذا اللاعب، مع أن هذا اللاعب هو اللي جاب لي آخر بطولة اللي يمكن انقذتني من الذم، ويمكن يعني كانت يمكن أكثر بطولة حماسية لنادي الهلال على ما أتذكر. وأكيد أنا يعني إذا أنا كنت أحب نفسي وأفكر بنفسي، كان ما أصلا فكرت بأنه أفضل لاعب موجود عندي في نادي الهلال يحترف في أوروبا ياسر قحطاني أخ، واللي جلب ياسر قحطاني هو إدارتي بدعم أعضاء الشرف ووقفة أعضاء الشرف. ولو أنا كنت أحب نفسي وأفكر بنفسي، كان ما عمري فكرت أنه ياسر قحطاني يحترف. لكن ياسر المفروض أني ما أتكلم في الوقت هذا، لأن هذا وقت غير مناسب، لكن للأسف مدرب الفريق اللي كان المفروض أنه يفكر في تدريبه للفريق، والمفروض أنه يفكر أنه الفريق يستمر بالأداء المميز اللي قاعد عليه، وأنه يتصدر وأنه يحصد بطولات، هو اللي تكلم، ما هو أنا.